بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب الأربعون النووية، يعني شل حديث النووية از آن شیخ امام ابی زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. حديث امروزه الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يعني حديث سيوم از ابو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنهما، یعنی الله از هر دوشون راضی باشد، روایت میکنند که گفت، عبدالله ابن عمر ابن خطاب گفتی است، از پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم شنیدم که میگفت. چی میگفت؟ بنی الاسلام علی 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. یعنی بنیاد اسلام بر 5 است، یا که اسلام را در بالای 5 اساس بنا کرده می شود. گواهی دادن آن که نیست هیچ معبودی بر حق جز الله، و آن که محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم پیغمبری الله است، و برپا داشتن نماز است، و دادن زکات است، و حج خانه، یعنی که حج خانه الله را زیارت کردن، و روزه ماه رمضان است. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردن. این بود حدیث امروزه، یعنی الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.